إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا وقائدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطايا وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين حقا. السهام أحيانا تدمي، السهام أحيانا تدمي، وكنت قد أسلفت في يوم السبت حينما قلت نحتاج فعلا للتسامح. من عرض نفسه للناس أو من عرض نفسه للسماع كلام الناس يعرض نفسه للتهلكة، يعرض نفسه للتهلكة، لأن لا تقل لي لا أتأثر. كل إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك باخع نفسك، الله عز وجل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أي ستهلك نفسك من سماع كلامهم، فلا تقل لي أنا لا أتأثر. كلنا يتأثر من كلام الناس، لكن أسلم وسيلة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يوم نبعث الله عز وجل سيصفي القلوب والنفوس حتى ندخل الجنة. نحتاج للتسامح، نحتاج الكلام له أثر في النفوس، بمعنى ربما أمة كاملة تتضايق من كلمة رجل، أمة كاملة. ففعلا الكلمات كالسهام. عمر بن الخطاب يعطيك وصفة سحرية رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه الوصفة عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ واسمع لماذا يقول: واجعلها هونها. أختي وأخي، اجعل الكلمة هنا. إذا جعلت هذه القاعدة عندك ستنجح. الناس لا تتكلم على الموتى، خذها قاعدة، الناس ما تتكلم على الموتى، الموتى خلاص دفنوا ويعني انتهى تاريخهم. أما أنت حي وأنت حية تصنعين التاريخ، فيجب يجب أن يخرج لك أناس يحاولون تدنيس هذا التاريخ. فلا تقول ولا تقولي يعني كيف الناس لا تتكلم عليه، ستتكلم عنك، شئت أبيت رضيت كرهت رضيت كرهت شئت أبيت، الناس ستتكلم عنك لأنك ما زلت تكتب التاريخ. متى الناس تتكلم عنك؟ حينما لا تتكلم عنك حينما نقول فلان رحمه الله أو نقول فلانة رحمها الله، هذا إن سلمت. لكن ربما ضعاف النفوس تتكلم عن الميت، علم. لهذا لا تقل لي الناس كيف الناس لن تتكلم عني، تتكلم عنك مهما سعيت. لو أضأت هذه الأصابع كلها نار لتهدي لهم الطريق سيطعنون بك. يقول ما فعله إلا ريان. ولو جلست في بيتك لتعتزل الناس معه مرض التوحد، مريض نفسيا. ولو ابتسمت مع كل رجل منافق. ولو عبست في كل وجه رجل هذا لا يطاق. ولو تبسمت عند أقوام وعبست عند أقوام هذا لا يعلم له وجهه، لا يعلم، متناقض نفسيا. فلك كل خطوة، لك في كل خطوة عيب عند بعض الناس، عند عيون الناس. فهناك أناس لا ترى جمال السماء، استحالة لا ترى جمال، وإن نظرت إلى السماء لهذا الله عز وجل لأن السماء صافية قال فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني استحالة لأن السماء صافية. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب البصر إليك خاسئا وهو حسير. فلأن السماء صافية، فالله عز وجل أتى بأقرب مثال على الصفاء، على كمال الخلقة، على السماء. عدا ذلك الناس سيعيبونها، سينتقصون منك. فلا تقل لي الناس لا، اغسل يديك ستتكلم عنك. حتى تجتاز هذه المرحلة وتعدي هذه المرحلة يجب أن يكون قاعدة عمر رضي الله عنه هكذا. قال عمر رضي الله عنه: إذا سمعت الكلمة تؤذيك، منافق تؤذيني يا أخي، مغرور تؤذيني، كذاب تؤذيني، إذا سمعت كلمة تؤذيك لن تقوى على نسيانها. علم لن تقوى على نسيانها، أليس كذلك؟ يقول عمر رضي الله عنه: إذا سمعت كلمة تؤذيك فطأطئ لها. ابن الخطاب يقول فطأطئ لها حتى تتخطاك. ما معنى كلام عمر؟ يعني طأطئ لها، اخفض حتى تمر، ما تؤذيك.
كأنها السهم تأتي، لكن أنت أخفض رأسك تمر ولا تؤذيك. إذا سمعت، أعيدها اجعلها هنا، إذا سمعت كلمة تؤذيك فطأطئ لها حتى تتخطاك. بهذه القاعدة لن تبالي بما يقول الناس. علم؟ ولو كل رجل سمع كلام الناس فأرخى سمعه والله سيعرض نفسه على أطباء نفسيين. لهذا أفضل حل مع مثل هؤلاء لا أراكم، أفضل حل ولا أسمعكم، فأنا لي هدف، أنتم هدفكم الطعن في الناس. اجعل هذا شعارك للناس، اجعل شعارك كالآتي: من يطعن بك لا أراكم، أنا لي هدف، أنتم هدفكم عيوب الناس، أنا هدفي إصلاح العيوب. اجعل هذا شعارك، هدفكم عيوب الناس، هدفي إصلاح العيوب، فتتبع العيوب ما شئتم وكيف ما شئتم ومتى شئتم، هكذا تصلح. الشاهد من الأمر، فنحتاج للتسامح بأن نجعل دائما حسن الظن. نحتاج، طعنني رجل أحسن الظن ربما يجهلني، طعنك رجل ربما يجهلني، أو وصلت له المعلومة خطأ. طعنتك امرأة أخت الفاضلة ربما وصلت لها المعلومة خطأ. انتقصت مني فلانة ربما لا تحسن، لا تعرف من أنا. وهذا كم مرة سمعنا أن أناس والله كنت أكرهك لكن الآن أحببتك لما عرفتك، هذا ويقع. وأنت كذلك، والله كنت أكرهك فلما عرفتك أحببتك، هذا يقع. المهم، امرأة عبد الله بن مطيع، عبد الله بن مطيع دخلت عليه مرحلة غنى كأي رجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، مرة تمسك المال ومرة يطير، مرة يطير ومرة تمسك، هكذا المال. لهذا يوجد مثل صيني ماذا يقول؟ يقول: صنعت العملة مستديرة لكي تدور بين الناس. هكذا المال، مستديرة ليدور بين الناس، ما يوجد أحد يستطيع أن يملك المال، وإن ملك المال سيكون وبالا عليه. هذه سيئة المال. لهذا يقول ابن عمر، يقول: ما هذا المال؟ حساب حلاله حساب وحرامه عذاب. الشاهد، عبد الله بن مطيع كان مسك المال يوما، فكانت الضيوف تأتي، الناس عادة تميل، رأيت الناس قد مالوا لمن عنده ماله، فأحيانا الناس تميل لمن عند أصحاب الغنى، هذا واقع لا محالة. عندك مال يقربك البعيد والقريب، متى ما سلب عنك المال يظهر أهل الوفاء، يظهر أهل الوفاء كالمنصب، طالما أنت في منصبك الكل لك سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. علم؟ فمتى ما سلب عنك المنصب يظهر أهل الصداقة والوفاء. عبد الله بن مطيع كان غني، فكانت الضيوف تأتيه. انظر كيف يعني، لا، الصاحب أو الأعداء لا يظهرون في وقت العز، خذها قاعدة، الأعداء لا يظهرون في وقت القوة، مستحيل، يظهرون في وقت الضعف. علم؟ يظهرون في وقت الضعف تبرز الأنياب، في وقت القوة تستطيع أن تكسر أنيابهم. علم؟ الآن عبد الله بن مطيع كانت يأتيه الضيوف، تعرض لفقر، ذهب الضيوف عنه، ما أتاه ولا ضيف. زوجته الآن ضاقها هذا الأمر، صراحة تضيق به الصدور. حينما أكون صاحب منصب يعني المجلس والديوانية مثلا لا تكاد أن يأتي عليها يوم إلا وفيها ناس، وحينما ذهب عني المال ما رأيت أحدا، شيء تضيق منه الصدور. قالت له زوجته لعبد الله بن مطيع: ما رأيت ألأم من أصحابك. تقول له: ما رأيت ألأم من أصحابك. إذا تيسرت لزموك، يعني إذا أنت معك المال لزموك، التصقوا بك، وإن تعسرت تركوك، والله ما رأيت ألأم منهم. كلامها يؤذي، كلامها يؤذي. ماذا قال؟ قال عبد الله المطيع: لا لا لا، قال: هذا من كرمهم. كيف؟ قال: هذا من كرمهم، إذا رأوا معي المال لزموني، وإذا رأوا أني افتقرت
ذهبوا عني حتى لا يلزموني بشيء، يعني من الضيافة. يعني يوم ما يكون عندي مال يأتوني، عندي ضيافة أستطيع إكرامهم، فلما افتقرت لا يريدون أن يكلفوني، فسكتت. إحسان ظن، وإن كانت الكلمة تؤذي. ليس هذا فحسب. تعلم من هو أنبل الناس؟ النبيل الشريف، معناها النبيل. من أشرف الناس؟ تريد أن تكون أشرف رجل؟ تريدين أن تكوني أشرف امرأة؟ الشرف لا ينال بالكلام. الشرف لا ينال بالكلام. العزة ما تنال بالكلام. لو تنال العزة بالكلام كان على العزة السلام كما يقال. الشرف والعزة تظهر بالأفعال، تظهر بالفعل. كان عثمان إذا بعث رسالة لأمراء الذين يمنعون الدعاء من الدخول: سترى ما سأفعل ولن تسمعه يا ابن الكافرة. كان يكتب هكذا. المهم، أيوب السختياني رحمه الله كان يقول: لا ينال الرجل الشرف، اسمع واسمعي، لا ينال الرجل الشرف إلا بماذا؟ قال: حتى يكون فيه خصلتان. حتى يكون فيه خصلتان. أنا أريد الشرف وأنت. قيل له: ما هن؟ قال: الغنى عما في أيدي الناس. هذه نصيحة في زمن توزن بالذهب. قال: الغنى عما في أيدي الناس. تعلم أنت حينما تطلب من أحد مالا، أسأل الله أن لا تمد يديك لأحد، لما تطلب من أحد مال ماء وجهك يتبخر، ماء وجهك يتبخر. لهذا علي بن أبي طالب جاءه رجل قال: إني بحاجة إليك. قال علي: اكتب حاجتك على الأرض ثم انصرف. اكتب حاجتك على الأرض هنا بالرمال وانصرف. فكتب حاجته، تعجب وذهب. قال له الحسن: لما صنعت هذا يا أبي؟ قال: لا أريد أن أرى ذل السؤال على وجه أخي. لا أريد أن أرى ذل السؤال على وجه أخي. عمر بن عبد العزيز يا معشر الإخوة، وهو خليفة، دخل عليه رجل قال: أردتك بحاجة. قال له عمر بن عبد العزيز: أطفئ المصباح. تعجب الرجل، أطفأ المصباح. قال له: قل حاجتك الآن. قال: أريد كذا وكذا. قال: انصرف راشدا. صرف، ثم أضاء المصباح فقال: أحببت أن لا أرى ذل السؤال على أخي. أيوب يقول: لن تنال الشرف حتى يكون فيك خصلتان: الغنى عما في أيدي الناس، ما أطلب لا هذا ولا هذا. ثم قال: والتجاوز عما يكون منهم. شرف، هيبة. تقصك فلان تكلم عليك، فلان قال كذا، فلان، هيبة. قال: والتجاوز عما يكون منهم. لأنك لو التفت هنا ورددت على هذا وشتمت هذا ودفعت عن نفسك من هذا، وهذا طعنك ودفعت عنه، تنشغل عن هدفك. أمامك طريق. يوجد كتاب لمؤلف مصري طيار حربي، قرأته وأنا في الطائرة، علمني الطيران. اسم الكتاب علمني الطيران. يعني فيه فوائد. يقول هذا الطيار، يقول: حينما أمشي في طائرة الحربية، كان طيارا حربيا، يقول: أنا أحمل ذخيرة لأقذف منطقة معينة، فهذا يرجمني بمضاد للطائرات، وهذا بالمدفعية، وهذا كذا. يقول: لو رددت على هذا وهذا سأصل للمنطقة بغير ذخيرة، فأكون قد فشلت. فقال: كنا نتجاوز هنا وهناك حتى نصل للموضوع. أنت كذلك، أنت طيار، لو رددت على هذا وشتمت هذا وتكلمت على هذا وفعلت مع ودفعت عن نفسك، ستفقد الهدف. اعمل بصمت وانجح بصمت. النجاح شمعة. النجاح يا معشر الإخوة شمعة توقدها لترى الطريق. هذه الشمعة تحرق أناس علم. لهذا لا تبالي. فيقول أيوب رحمه الله: لن تنال الشرف حتى يكون فيك خصلتان: الغنى عما في أيدي الناس حتى لا يذهب ماء الوجه. قال: والتجاوز عما منهم. لهكذا
لو سمعت كلمة من أخيك تؤذيك التمس العذر، التمس ما استطعت حتى إيه يطهر القلب، لأن إذا الكلمة ما التمست لها عذرا يبقى الثقل في القلوب، الحقد يبقى في القلب إذا ما التمست لها إيه عذرا، فيجب أن تمسك نفسك وتلتمس العذر. إبراهيم بن أدهم هذا رجل مفوه تعجبني سيرته. إبراهيم بن أدهم يقول اطلب لأخيك المعاذير من 70 باب. تخيل، شتمك رجل يا فلان 70 باب، عندي 70 بابا التمس لأخي عذرا. ثم قال فإن لم تجد، عد 70، قال فإن لم تجد فاعذر، حتى لو ما وجدت له عذر. شتمك قال يا فلان أنت كذا، التمس له 70 عذرا، فإن لم تجد فاعذر، بعد عذر مشي. الحياة ما خلقنا الله لنرد على هذا ونشتم هذا وندافع، خلقك الله لتكن عبدا، لتكن عبدا. كلام يؤذي لكن العبودية تنجي، الكلام يؤذي لكن العبودية تنجي. لهكذا نحتاج للتسامح. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة أمين السر، وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر أكثر من الخير. لماذا؟ لأن الشر ربما يأتيك بلباس الخير. يقول حذيفة رب فاجر في دينه لا يصلي، عفوا لا يصوم، يصلي ربما لا يصوم، يشرب الخمر، يفعل كذا وكذا، اسمه فاجر. يقول رب فاجر في دينه، في الدين، رب فاجر في دينه أخرق في معيشته، يعني غافل، أو بمعنى أصح أحمق. أعيد، حذيفة هذا صحابي يقول رب فاجر في دينه ما يتقي الله، أخرق في معيشته، أحمق في معاملته مع الناس، يدخل الجنة. قيل لحذيفة كيف؟ يعني فاجر في الدين، يعني يؤذي دينه ويؤذي الناس، فاجر في الدين وأخرق في معيشته ويدخل الجنة. قال بسماحته، بسماحته، يعني لا يبالي، فلان قال عنك كذا سامحه الله، فلان قال سامحها الله، لا يبالي، لكن فاجر في الدين. قال يدخل الجنة. هذا حذيفة الذي قال أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم رب فاجر في دينه أخرق في معيشته يدخل الجنة بسماحته. من قال هذا الكلام؟ حذيفة. لهكذا نحتاج أن نكن نسمع ونلتمس. عمر بن عبد العزيز يا أخي خليفة، أتكلم عن ملك، عن أمير المؤمنين. عمر بن عبد العزيز يصلي في مسجد أمية يوم من الأيام، السراج انطفأ، قام، تخيل أنت مسجد أمير المؤمنين طفأ السراج، أراد عمر بن عبد العزيز أن يصلح السراج، قام عمر وهو يمشي وطئ على قدم رجل نائم قيام ليل في رمضان. أنا أتكلم عن خليفة يجلس، طفأ السراج فقام يريد أن يصلحه، وطئ على قدم رجل نائم في المسجد لا يوجد نور. قال الرجل من الحمار الذي وطأني؟ تخيل أنت في مسجد وتمشي وتطأ قدم رجل ويقول لك من الحمار الذي وطأني؟ ما حالك؟ وأنت لا تملك ملكا كملك عمر ولا جندا كجند عمر. قال الرجل من الحمار الذي وطأني؟ قال عمر بن عبد العزيز لا يا أخي أنا عمر ولست حمارا. جعلها سؤال، اسمع تعلم، جعلها سؤال. عمر بن عبد العزيز التمس العذر، قال لعله يسأل من الحمار الذي وطأني، لعله فعلا يظن أنه حمار. فقال عمر بن عبد العزيز لا يا أخي أنا عمر ولست حمارا. التمس عذر، جاء بالكلمة عدلها حتى لا يدخل في قلبه ضغينة. ليس هذا فحسب، سالم بن عبد الله من كبار العلماء، علم يزاحم رجل في الطواف، تخيل يزاحم رجل في الطواف، فسالم بن عبد دفعه قليلا وهذا دفعه هذا دفعه، فقال للرجل يا أخي أنت رجل سوء في الطواف. سالم بن عبد الله عالم كبير جليل له وزنه، قال له الرجل أنت رجل سوء.
قال سالم: ما عرفني إلا أنت. ثم بكى: ما عرفني إلا أنت. تعلم لماذا؟ لأنه يريد، يعني كأن هذا الله عز وجل أراد أن يعاتبه في بيته. قال الله عز وجل: سخره لي حتى يعرف نفسي، فلام نفسه وبكى.